السلام عليكم، شراكم؟ ان شاء الله تكونوا كامل بخير وصحتكم لاباس. بما انه موسم البرتقال حبيت اني ندير لكم وصفه به. جبت لكم واحد الكاطو قراف هايل، يجي مشمخ وبنين وخفيف ومنعش ومقاديره جد بسيطه. نتمنى انه كامل تبعوا الفيديو للاخير، فرجه ممتعه. عندي مقادير لاجينواز اللي عندي فيها 4 حبات بيض بدرجه حراره الغرفه، عندي كاس غربوع تاع سكر عادي، كاس غربوع تاع الزيت، عندي كاس غربوع عصير تاع البرتقال، عندي مبشور البرتقال، عندي 2 كيسان تاع الفرينه، وعندي 2 باكيات خميره كيميائيه. راح نعطي لكم الكيله اللي كيلت بها، يعني الكاس اللي كيلت به. انا كنت درت بهذا الكاس يهز 250 مليلتر. نروح مباشره نبدا في الطريقه كيف انا حنجيب ريسيبيون، نكسر عليها حبات البيض، نضيف عليها السكر ونخلط مليح بالباتر على اعلى سرعه حتى يبيض الخليط تاعي ويتضاعف الحجم تاعو مرتين. هذا هو القوام المطلوب. الان واش ندير؟ راح نضيف عليها الزيت ونكمل الخلط دائما اعلى سرعه. نضيف ايضا مبشور البرتقال بهذا الشكل، وايضا عصير البرتقال كما راكم تشوفوا. راح نخلط مليح، والان حننتقل للنواشف. اللي انا كنت يعني فرغت الخميره تاعي على الفرينه، راح نغربلهم فوق الخليط تاعي ونجيب سباتول ونخلط يعني من الفوق للتحت غير بشوي باش الخليط تاعي ما يهبطليش. راح نكمل نضيف كميه تاع الفرينه والخميره دائما من الفوق للتحت حتى تختفي كامل هذيك الفرينه في الخليط تاعي، وهذا هو القوام اللي رايحين نتحصلوا عليه. هاوليكم. الان واش ندير؟ رايحه نجيب بلاطو كنت دهنته بيان بالزيت وفرشت عليه الفرينه، يعني درت عليه شويه تاع الفرينه. رايحه نفرغ عليه هذاك الخليط تاعي ونمشيه مليح هكذا، يعني نخلطوه باش يتوزع لي كامل قد فوق البلاطو. راح نحطو يطيب في فور اللي كنت شعلته من قبل على 180 درجه. كي يطيب لي من التحت ويحمر نشعل عليه من الفوق، يدي لي تحميره مليحه. وهذا هو لاجينواز اللي راح نتحصلوا عليها. شوفوا الله يبارك كيفاش جات هايله حمراء ومليحه. شوفوا لهنا لازم ندخلوا المستعنى كي يخرج لي ناشف نتاكدوا بلي لاجينواز تاعي راهي طايبه، يعني لازم نتاكدوا بلي راهي طايبه مليح. رايحه نثقبها بيان بالموس. شوفوا الله يبارك تبان باللي خفيفه والريحه تاعها راهي ما شاء الله. راح نشربها بنص كاس تاع الحليب. راح نخلط معاه نص كاس تاع عصير البرتقال بهذا الشكل، يعني حندير ميلونج بين الحليب وعصير البرتقال كما تقدروا ديروا الماء في بلاصه الحليب بهذا الشكل. راح نمشيها مليح فوق لاجينواز تاعي. الكاس يكون معمر لانه البلاطو تاعي كبير بالنسبه للبلاطو. البلاطو تاعي هذا 25 على 40. اذا كان يعني ناقص شويه ولا زايد شويه معليش، المهم لك يعني ديروا في اي البلاطو العادي تاعكم الكبير اللي طيبوا فيه تاع الفور. ننتقل الان للكريمه اللي عندي فيها كاس ونص غبره شونتيي، كاس حليب بارد بزاف، وزوج علب تاع لايورت ذوق القرص. بالنسبه لغبره شونتيي نفس الكيله اللي نكيل بها شونتيي نكيل بها الحليب، يعني بنفس الكاس. راح نضيف الحليب تاعي على غبره شونتيي ونزيد نضيف عليهم لايورت. بالنسبه للايورت تقدروا ديروا باطه واحده تكفيكم، يعني جوست منكه فقط. لهنا حنجيب الباتر تاعي ونخلط بيان، يعني لا اعلى سرعه عندي حتى نتحصلوا على كريمه تجي حكمه روحها بيان وخفيفه. هاوليكم لا كريم تاعي بعد ما وجدتها. هايليكم. الان حنروح مباشره نفرخها فوق لاجينواز تاعي. لأنا فقط حنخلي كميه تاع لا كريم حنديكوري بها من الفوق، يعني ما نفرغوهاش كامله، نخليو شويه هكذا نزين بها من الفوق. راح نمشيها بيان فوق لاجينواز تاعي، نوزعها بيان ونزيد نسقم السطح تاعي من الفوق هكذا باش تجي الخدمه تاعي نظيفه بهذا الشكل. لهنا بعد ما سقمت السطح تاعي واش ندير؟ رايحه نحطها تبرد بيان، يعني نخليها في الفريجيدير مده نص ساعه، ولا نحطها في الكونجيلاتور الوقت اللي رايحه نطيب فيه سوبر كريم تاعي. بالنسبه للسوبر كريم عندي لهنا يعني عندي كاس ونص عصير برتقال، والنص كاس الاخر عمرته كملته ماء، يعني عندي كاس ونص عصير برتقال ونص كاس تاع الماء. عندي 2 مغارف كبار تاع السكر معمرين مليح و2 مغارف تاع نشا. لهنا بالنسبه للسكر يعني على حساب الجينه تاعكم، يعني اذا عادت حلوه ولا حامضه، اذا عادت يعني حامضه ديروا 3 مغارف كبار تاع السكر. نخلط مليح مباشره نحطها فوق نار تكون متوسطه. نواصل في الخلط حتى نتحصل على هذه سوبر كريم، يعني تجي تعقد لي وتجي خفيفه.
هاي ليكم القوام تاعها كيفاش يجي. انا لهنا فرغتها في ريسيبيون، حنخليها تبرد شويه، ما نحطهاش مباشره سخونه فوق لاكريم تاعي هكذا باش ما تذوبليش. الان حنوزعها بيان فوق لاكريم تاعي بهذا الشكل. ايضا بالنسبه للسوبر كريم حنخلي شويه ابار قيس زوج مغارف كبار هكذاك، نحطهم في بوش طابل من بعد راح نزين بهم. يعني هذه الخطوه ماهيش ضروريه، تحبوا ديروها تحبوا ما ديروهاش. راح نوزع مليح السوبر كريم تاعي فوق هذيك لاكريم. هاي ليكم كيفاش جات. لهنا حنزيد نخليها تبرد شويه حوالي ربع ساعه هكذا باش كي نجيو نقسموها يعني نلقاوها شويه حكمه روحها. كما راكم تشوفوا راح نجيب لهنا الموس ونبدا نقسم في الكاطو تاعي. باش نهي كي تجيو تقسموا كل مره امسحوا الموس تاعكم هكذا باش تجي الخدمه تاعنا نظيفه. يعني في كل مره نمسح الموس تاعي. كما راكم تشوفوا انا لهنا كنت قسمتهم 5/4، يعني تحصلت على 20 قطعه، كميه ما شاء الله. بالنسبه لهذيك لاكريم اللي قلت لكم نخليو ابار شويه، هذيك راح نزينها من الفوق فوق الحبات تاعي بهذا الشكل. حنشكل وردات من الفوق. لهنا بعد ما كملتهم حننتقل للخطوه الثانيه تاع التزيين اللي قلت لكم عليها تاع سوبر كريم. راح نجيب المغرفه تاعي يعني نعقبها في الماء وندير هكذا كشغل حفره في النص تاع الوردات هذوك. هذيك الحفره حنعمرها بالسوبر كريم اللي قلت لكم خليوها. يعني هذه كفكره تزيين فقط، تحبوا ديروها تحبوا تستغنوا عليها بهذا الشكل. انا لهنا حنكمل نزينهم كامل بهذا الشكل. الان حندير اخر نقطه للتزيين، لان كنت درت هكذا دي طرونش صغار تاع تشينا، رايحه نكمل نزين بهم من الفوق بهذا الشكل. لنا حبيباتي انا لنا حنكون نكمل نزينها كامل. بالنسبه للتزيين راح يبقى اختياري، ديروا نتوما واش تحبوا ديروا الفكره اللي درتها انا ولا ديروا واش راكم حابين نتوما ولا واش عندكم. هذا مكان لهنا بعد ما كنت زينتها كامل راح نقسم لكم ظرف باش تشوفوها كيفاش جات. يعني دائما حب نقسم لكم هكذا الحبات باش يعني باش تتاكدوا من وصفه كيفاش تجي. هاي لكم شوفوا الله يبارك صدقوني تجي بزاف بنينه 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 وخفيفه، المعنى الحقيقي للانتعاش. هذيك لاجينواز تجي مشربه ويعني غنيه بالذوق تاع البرتقال، بزاف خفيفه. وكما شفتوا مكوناتها ماهمش مكلفين بزاف بارابور يعني الكميه اللي طيحت لنا، كميه ما شاء الله. نتمنى حبيباتي انكم تجربوها وتبعثوا لي كامل تطبيقاتكم على الانستغرام اللي راح نخلي لكم الرابط تاعو في صندوق الوصف، هو والمقادير تاع هذه الكيكه. حبيباتي ما تنساوش تخليوا لي جيم للفيديو، ايضا تعليق، والى الملتقى. بيزو.